معلومة مهمة عرفتها متأخر، يعني مش هقول متأخر، بس يعني معلومة مهمة عرفتها ازاي تحافظ بيها على موتور عربيتك. سواء كانت عربيتك دي زيرو، جديدة، قديمة، لازم تعمل الحاجة دي. ولو سمحتوا شيروا على قد ما تقدروا عشان نفيد غيرنا، وزي ما احنا استفدنا نفيد غيرنا. دلوقتي حضرتك او حضرتك لما بتوصل للمكان اللي انت رايحه بعربيتك، سايق بقالك نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، وبالذات لو مشاوير زحمة والعربية سخنت جامد، كلنا بنعمل نفس الغلطة. أول لما بنوصل المكان اللي احنا رايحينه بنبطل العربية مرة واحدة. طلع إن دي غلطة رهيبة جدا. ليه؟ لأن الموتور بيبقى سخن جدا والزيت بيبقى سخن جدا، فده بيسيب ضغط جامد جدا جوه الموتور. ده بيؤدي إلى إن بيحصل تلف في الجوانات والحاجات اللي في غرفة الحريق بتاعة العربية. الضغط ده بيبوظ حاجات في تقفيل الموتور، عشان كده بتلاقوا العربية بعد فترة تبتدي ترشح زيت. طلع بقى ايه الصح؟ وده من كذا مصدر، وبعد ما اتأكدت منه وبقيت اعمل الحركة دي طلعت مفيدة جدا. ان حضرتك او حضرتك وصلت المكان اللي انت رايحه، سايق بقالك فترة، وخصوصا لو سايق في زحمة او في الايام الحر، تقف تستنى دقيقة أو دقيقتين قبل ما تبطل موتور عربيتك. ليه؟ عشان دورة التبريد تفضل شغالة، الموتور يهدى خالص، درجة الحرارة تنزل للطبيعي، وبالتالي لما حضرتك تبطل العربية ودورة التبريد تقف، يبقى الضغط جوه الموتور عادي وطبيعي وما يأثرش على صحة وعمر الموتور. شير ولايك على قد ما تقدروا عشان نستفيد ونفيد غيرنا، بالذات في الايام اللي العربيات بقت فيه غالية جدا وصيانتها بقت غالية جدا. وكل معلومة فيها سعادة هتلاقوها عندنا هنا في صباح السعادة. ويشرفني طبعا ان انتوا تسبسكرايب او تعملوا فولو ليا في صباح السعادة وصباح السعادة.